اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. ده القسم الثاني من حكاية لينو التنين الأسطوري. فلو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة أو من قائمة التشغيل اللي هتظهر دلوقتي حالا، ودول هم اللي أجابوا الإجابة الصح على سؤال الفيديو اللي فات. وبدون مقدمة تانية يلا بينا نكمل حكايتنا. بنفتكر شوية أحداث من القسم الأول اللي فات لما لينو كان في المدرسة والناس كلها بتتنمر عليه، وبسبب تنمرهم تعرض لحادثة وانتهت حياته. بس لما صحي لقى نفسه انتقل لعالم تاني على هيئة ديناصور ومعاه نظام خاص بيديله قدرات قوية جدا، بقى قادر انه يعيش حياة افضل بدل الحياة البائسة اللي كان عايشها. بس اللي ما كانش يعرفه انه العالم بتاعه مليان بالوحوش اللي من العصر الديناصوري، وده اللي بيخلي لينو مجبر انه يرفع من قوته عشان يحمي نفسه ويحمي الناس المهمين اللي بالنسبة ليه. ففي طريقه بيقابل الغوريلا الصديقة الوحيدة ليه اللي في العالم الصعب ده، واللي بيتم تهديد بقاها بسبب السحال الخضراء اللي بتدمر الحياة وبتنشر الموت في كل مكان. فبيقرر لينو انه يرفع من قدرته هو واعوانه عشان يكون قادر على التعامل مع الخطر اللي بيهددهم كلهم. عشان كده بيعمل معسكر تدريبي خاص عشان يرفع من قدراته هو والغوريلا ويكونوا اقوى. وبنكمل بقية الاحداث وبنشوف لينو بطلنا وهو بيجهز خطة التدريب بتاعتهم عشان يرفعوا من قوتهم. المهم بعد ما بيجهز كل حاجة بيقول للغوريلا انهم هيبداوا التدريب الخاص لمدة اسبوع، بس الغوريلا مش بتكون فاهمة حاجة وهمها بس في الاكل. فبينبسط لينو لانه كان عارف انها تعمل كده، فبيقرر انه يستخدم السلاح السري وبيقول لها انه هيدي لها علبة توابل على كل تدريب تخلصوا معاه. فبتفرح البنت قوي لانها كده هتاكل اكل حلو لحد ما تشبع. فبياخدها لينو وبيقول لها انهم هيتعلموا تمرين سحب عشان يرفعوا من قوتهم العضلية، وبيحاول يشرح لها التدريب بس لينو نسي انه دراعاته صغيرين قوي علشان يعمل التمرين ده. فبيعمل التدريب بسنانه. فبتطلع الغوريلا وبتقول انه التدريب ده سهل قوي. فبيخش لينو على التدريب اللي بعديه وهو الجري. فعلى الرغم انه بقى وحش قوي جدا لكنه مش قادر يسبق الغوريلا بسبب رشاقتها الكبيرة. ولما بيلاقي انه اغلب التدريب مش نافع معاها بيجرب تدريب القتال الفعلي، وبيبداوا الاثنين انهم يقاتلوا بعض عشان يزيدوا من خبرتهم في ساحة القتال. وعلى الرغم من قوة الغوريلا لكن لينو بيكون متفوق عليها في استخدام مهاراته، وده بيخليها تخبط في الشجرة. فبيخاف لينو اللي يكون زودها شوية معاها، بس البنت بتكون ضحكت عليه وبتكسب القتال. فبيتضايق لينو انه تغفل بالشكل ده وبيستخدم مدفع البلازما وبيكون هيفجر ابو ام الغوريلا اللي بتقدر تتفادى الهجوم على اخر لحظة والمكان كله بيتدمر بالكامل. فبيقول النظام انهم لو فضلوا يعملوا التمارين دي باجسادهم الحالية هيدمروا الغابة اكتر ما السحالي بتدمرها. فبيقول له لينو انهم عارفين انهم بيتسببوا شوية اضرار للغابة، بس مفيش طريقة تانية عشان يرفعوا من قوتهم غير الطريقة دي. فبيقول له النظام معاك حق، بس لو استمرتم على الوضع ده مش هيفضل حيوانات او غابة عشان تدافعوا عنها. فبيقول له لينو بس احنا ممكن نتحول للجسم البشري زي ما حصل من قبل. فبيقول له النظام من ناحية المبدأ فده ممكن. في الاصل الفاكهة اللي اخدتوها بتشتغل كأداة تحكم في النواة الموجودة في اجسادكم، فتقدروا زي ما كسرتم النواة عشان تتحولوا لوحوش تقدروا تجمعوا النواة عشان ترجعوا للشكل البشري. فبيقول له لينو حلو قوي الكلام ده. بقول لك ايه يا غوريلا، احنا هنغير الخطة، احنا هنكمل التدريبات دي بالاجسام البشرية القديمة بتاعتنا. صحيح احنا ممكن نتحول ازاي يا نظام؟ فبيقول النظام انا مش قلت لك من شوية انك محتاج تجمع النواة الخاصة بيكم عشان تقدروا تتخذوا الجسم البشري؟ فزي ما عملت في بطن الوحش ركز على تجميع النواة وساعتها هتكون قادر على الرجوع للجسد البشري. فبيبدأ لينو انه يشرح الموضوع للغوريلا، وعلى الرغم انه لينو كان فاهم هو المفروض يعمل ايه لكنه ما قدرش يتحول، على عكس الغوريلا اللي محتاجتش اي مجهود وقدرت انها تتحول على طول. فبيتفاجئ لينو لانه حتى الغوريلا من العصر الطباشيري كانت قادرة على مجاراته، رغم ان هو اوتاكو متوحد ما وراهوش حاجة غير انه بيشوف الانميات الايسيكاي زي كازويا اللي نزل في القناة يعني من فترة. حكايته هتعجبكم قوي. المهم بيكمل لينو تأمل عشان يتحول، بس اليوم بيخلص والراجل يا عيني معرفش يحرز اي تقدم يذكر. وبتيجي الغوريلا عشان تجهز العشاء، فبينفجر لينو لانه بيكون غيران منها عشان هي قادرة تغير شكلها في اي وقت. وبالغلط بيفعل لينو مدفع البلازما، فبيحاول انه يوقفه بس لسبب ما مش عارف يوقف الهجمة، فبيضطر انه يبلع الانفجار عشان ما يدمرش المكان. وفجأة بيقدر لينو انه يتحول للجسد البشري، فبينبسط قوي لانه كده عارف ازاي يتحول ويقدر انه يتحكم في حياته بشكل كامل. وبيروح يتمرن ويجرب كل الحاجات اللي معرفش يعملها في الماضي، وده بيخليه في قمة النشاط. وبتاني يوم بيصحي لينو الغوريلا عشان يبداوا التدريبات، بس بتكون تعبانة قوي لانها مش متعودة تصحى في الوقت المبكر ده. فبيقول لها لينو انهم هيتحدوا بعض في منافسة قتالية، ولو كسبت عليه هيديها علبة توابل. واصلا البنت اول ما بتسمع الكلام ده بتنزل ضرب في لينو لحد ما الولد بيتكسر حرفيا. وبعد اسبوع بتكون اللياقة البدنية بتاعت لينو ما زادتش بشكل كبير على عكس الغوريلا واللي بتكون رفعت قوتها 4 مرات بسبب التدريبات. بس في المقابل لينو قدر
يحصل على نقاط تطور كتير بسبب انه كان بياكل بالجسد البشري اللي بيشبع بسرعه، فقدر يحصل على نقاط كتيره قوي بعد اكل عدد حيوانات اقل. فبيستخدم لينو شويه نقاط عشان يرفع من قوه جسمه، وبيتطور لينو وبيزيد طوله مترين تقريبا. فبيقول لها لينو انه ده مش مهم دلوقتي، وبيطلب منها تجهز نفسها عشان هيروحوا عش السحالي اللي موجود في جنوب الغابه عشان يدمروه تماما، وبيوعدها ان الوحوش اللي هيخلصوا عليها هيطبخهم ليها على العشاء. فبتتحمس الغوريلا قوي من الموضوع ده وبتروح عشان تخلص على عش السحالي، وبعدها بيروحوا الاثنين على مكان العش اللي بيكون مليان بجثث الوحوش المختلفه، والمكان بيبقى اشبه بالمقبره. فبيفكر لينو في طريقه عشان يعرفوا يتسللوا للمكان من غير ما حد يحس بيهم، بس الغوريلا بتروح تكسر فيهم عشان تاكل حلو النهارده، وبتقتل في السحالي، ولكنها بتتفاجأ بجيش ضخم مستنيهم. فبيفضلوا الاثنين يقاتلوا الوحوش اللي بتطلع قدامهم، وعلى الرغم من العدد الضخم اللي مات لكن لسه بيطلع عدد اكتر من اللي فاتوا، ولينو بيكون مبسوط لانهم بقوا قادرين على التخلص منهم باقل مجهود يذكر، لحد ما فجأة بيطلع صوت غريب من داخل الكهف، وكل السحالي بيرجعوا للكهف فورا. فبيستغرب لينو من الوضع وبيحس انه في حاجه غلط، فكون ان الوحوش قررت تتراجع ده معناه انه ممكن ده يكون فخ. فبيأمر الغوريلا انهم ينسحبوا لحد ما يراقبوا الوضع، بس الغوريلا بتكون متضايقه انه العشاء بتاعها هرب، وبتروح الكهف عشان ترجع السحالي وتشويهم، وبسبب تصرفها الهمجي بيروح لينو وراها عشان يوقفها. ولما بيدخلوا الكهف بيلاقي لينو حاجه غريبه جدا، رغم عدد السحالي الضخم اللي دخلوا لكن بوصلة الوحوش مش بتلتقط اي وحش قريب. فبيتاكد لينو ان ده فخ، وبياخد الغوريلا عشان يخرجوا من هناك، وفجأة السحالي بتنزل من السقف وبتهجم عليهم، بس الكلام ده مش هيفرق معاهم. فبعد ما كملوا التدريبات قوتهم بقت عاليه جدا وقدروا يتعاملوا مع العدد الكبير ده من الوحوش، بس المعركه مش هتكون بالسهوله دي لانه بيظهر وحش ضخم وبيخبط في لينو. فبيتفاجئ لينو من حجمه وبيشوف احصائياته وبيلاقي انه ده نائب ملك السحالي والتاني في السلطه، وبينبسط لينو لانه كده لو قدر يخطفه ممكن يضغط على ملك السحالي ويخليه يمشي. فبيرمي الوحش حمض قوي جدا على لينو وبيكون بيحرق كل حاجه بتقف في طريقه، بس لينو بطلنا بيتفادى الحمض ده اللي بيحرق حتى الصخور في ثواني. وبينبسط لينو انه الوحش ده ما قدرش يستخدم الحمض بسرعه، بس فجاه الوحش بيرمي وابل من القنابل الحمضيه عليه وبتصيب لينو. فبتحاول الغوريلا انها تساعده، بس بتكون هي برضه متحصره من كل السحالي اللي في المكان. فبتستخدم الغوريلا التشققات الصخريه اللي في الكهف عشان تهرب من السحالي وتروح تواجه الوحش العملاق، ولما بتوصل له بتديله بوكس قوي جدا بتكسر عظامه، بس الوحش ايضا مش بيستسلم، فبيستخدم قنابل حمضيه وبيهجم عليها. الغوريلا هنا بتكون رشيقه قوي بسبب تدربها مع لينو، بس الاغرب من كل ده انه الهجمه بترجع ليها. فبيستغرب لينو من اللي حصل، الهجمه اصلا كانت ماشيه بخط طولي، ازاي رجعت للغوريلا؟ بس مش بيكون في وقت للتفكير، فالسحالي بتحاصر لينو وعماله تاكل فيه. فبيستخدم لينو اشواك الرعد عشان يبعدهم قدر المستطاع، وبيروح يساعد الغوريلا عشان ما تموتش بين ايدين الوحش العملاق. فبيرمي الوحش العملاق القنابل الحمضيه على السقف، وبتروح السحالي تتلقى الهجوم وبتعكسه على لينو. فبيتصدموا الاثنين انه السحالي قادره على عكس الهجوم بالشكل ده، وبيستمر الهجوم على الاثنين من قبل الوحش، والاثنين يا عيني بالعافيه عارفين يتفادوا الهجمات بتاعته. ولما بيلاقي لينو ان الدنيا خربانه بيقرر انه يستخدم سلاح السحالي ضدهم، فلو خلص على السحالي اللي بتعكس هيقدروا يخسروا الوحش العملاق الميزه بتاعت عكس الضربات. ولكن ايضا الوحش العملاق بيفهم الخطه بسرعه وبيكون على وشك الاطلاق، فبيستخدم لينو زعير التنين عشان يشل حركه الوحش، بس حتى مهاره من المستوى A ما كانتش كافيه لايقافه. فبيهجم الوحش بالقنابل الحمضيه وبيتفادوها الاثنين، بس مع الاسف ما فيش فايده، فالسحالي اللي موجوده في الكهف عماله تعكس الضربات عليهم. فبيتضايق لينو قوي من الوضع، فلو هو ما شافش حل بسرعه فنهايتهم هتكون هنا. وبيستخدم لينو مدفع البلازما عشان يدمر السحالي اللي بتعكس الهجمات، بس ده مش بيكون كافي، ففي عدد كبير منهم، وعبال ما يشحن مدفع البلازما هيكونوا ماتوا من الاحماض بتاعه الوحش. وبيتعرض لينو للهجوم والهجمه خلاص هتوصل له، بس الغوريلا بترمي احد السحالي علشان تحميه، وبسبب مهاره العكس بتنعكس الهجمه. فبيفهم لينو انهم قادرين على استخدام المهاره دي عشان يغلبوا الوحش ده. فبياخد لينو جثه احد السحالي وبيبدا ماتش التنس ضد الوحش العملاق اللي بيرمي القنابل الحمضيه عشان يصيب لينو، واللي لينو بيقدر انه يعكس بعض الهجمات، بس برضه بتوصل منهم شويه ليه. الموضوع بيكون صعب لانه دراع التنين اقصر من انه يتلعب بيه تنس، بس الغوريلا بتيجي للانقاذ وبتحمي لينو وبتفضل تعكس الهجمات اللي بيرميها الوحش العملاق، وبيتصاب الوحش فبيتعصب الوحش وبيدي الاوامر بتغيير التشكيله بتاعتهم، وبعدها بيرمي قذائف كتيره قوي على الغوريلا فبتصدها الغوريلا، بس السحالي بتردها بسرعه اكبر والغوريلا بتصدها، وبتتكرر العمليه لحد ما سرعه القذائف بتكون اسرع من انه العين تتبعها. فبيفهم لينو ان الوحش بيحاول يستنزفهم دلوقتي، وبيقول للغوريلا انها تحاول ترمي بعض الهجمات على الوحش العملاق، فبتسمع الكلام وبترجع الهجمات، بس الهجمات بيقدر يعكسها برضه، وبيفضلوا الاثنين
يعكسوا الهجمات على بعض بسرعة مرعبة. وهنا بيستغل لينو الفرصة وبيهجم على الوحش بمدفع البلازما عشان يوقف الهجمات بتاعته، وبالفعل بيتصاب الوحش بشكل كبير قوي. وبيستغل لينو الفرصة وبيهرب هو والغوريلا من المكان، فبيتعصب الوحش وبيفضل يجري وراهم عشان ينتقم لحد ما بيخرج من الكهف. وفجأة بتوقعه الغوريلا عشان يفقد توازنه، وبكده بقى الوحش العملاق بره الكهف والمعركة بايت في مكان مفتوح. فبيقول له لينو مع الاسف انت طلعت اغبى مما توقعت، فدلوقتي انت ضحيت بافضلية الكهف والمعركة خلصت بالنسبة ليك. بس المعركة مش هتخسر بالسهولة دي، عشان الوحش بيستدعي كل السحالي اللي موجودة في الكهف وبيخليهم يقربوا من الجروح بتاعته. وعلى الرغم ان نص جسمه مبتور، لكن السحالي بتقدر انها تعالج الاصابات بتاعته وترجع الاعضاء اللي اتدمرت كانها جديدة. فبيتفاجئ لينو لانه ما كانش يعرف انه تقنية الشفاء بتاعته ممكن حد يحصل عليها. وبيبدأ الوحش من تاني انه يرمي قنابل حمضية كتير عشان يتغلب عليهم، بس الغوريلا بتقدر انها تعكس كل الضربات. ولما بيلاقي الوحش انه الحركة دي مش نافعة، بيبدأ انه ينادي على السحالي البقية وبيبدأ ياكلهم. فبيستغرب لينو لانه ما كانش متوقع انه الوحش يعمل كده في اتباعه، بس الموضوع مش باين عليه انه بسيط. احنا لازم نوقف الوحش ده قبل ما يعمل الحاجة اللي ناوي عليها. فبيروحوا الاثنين عشان يوقفوا الوحش العملاق، بس مع الاسف الوقت بيكون فات وكل شيء اكتمل بالفعل. فبيرمي الوحش قنابل حمضية كبيرة جدا، ولما بتحاول الغوريلا انها توقفها بتتفاجئ انها مش بتتعكس وبتتصاب بشكل كبير قوي. فبيتعصب لينو وبيبدا يتدحرج في المكان زي كوره، وبيرمي عليه الوحش كل الاحماض اللي يقدر يطلقها. بس لينو بطلنا مين عده مش بيتاثر بسبب درع الاشواك اللي معاه، وبيطلع ان الوحش كان بياكل السحالي عشان يقوي الاحماض ويخليها ما تتعكسش ابدا. وعلى الرغم انه لينو قدر يتفادى الهجوم، لكنه بيكون مرهق قوي من القتال للفتره دي كلها، وبيروح عشان يخلص المعركه قبل ما يسقط هو الاول، وبيندفع ناحيه الوحش العملاق عشان يخلص عليه. بس الاخير مش سايب لينو وعمال يضرب بيه بكل قوته، ومع كل الالم ده لينو لسه مكمل لحد ما بيوصل لعند الوحش وبيهجم عليه بهجمه مباشره بتوقعه على الارض. وقبل ما يستوعب بيروح لينو واخد رجله وشايلها من مكانها، وبعدها بيفجره بمدفع البلازما كومبو كامل وجاب الوحش على الارض وعاجز عن الحراك تماما. ولكن حتى مع كل ده بيفضل الوحش ياكل السحالي اللي موجوده. فبيتفاجئ لينو انه الوحش لسه في حيله علشان ياكل رغم اصاباته الشديده، وبيفهم ان الوحش جهز الهجمه الاخيره عشان ينهي المعركه. فبيستجمع لينو كل اللي عنده عشان يتجهز للضربه اللي جايه، وفجاه بيهجم الوحش عليه بكره حمضيه عملاقه بسرعه مرعبه. فبيخاف لينو من قوتها وبيستخدم الدرع الشائك عشان يقدر يحمي نفسه من الهجوم العنيف ده. بس الهجمه بتكون قويه جدا لدرجه انه مش قادر يوقفها، ولما بيلاقي انه الوضع صعب قوي كده بيطلب من الغوريلا انها تيجي وتساعده. فبتروح الغوريلا وبتزق الهجمه مع لينو عشان تعكسها، فبتصيب الوحش. بس لينو مش بيكتفي بكده وبيهجم عليه بمدفع البلازما، واخيرا بيتم القضاء عليه تماما. فبيقع لينو على الارض من كتر الارهاق وبيقول انا مش مصدق ان احنا اخيرا انتصرنا. انا عمري ما شفت حاجات دي غير في افلام الايسيكاي التعبانه بتاعت اليابان. مين كان يعرف انه اول كهف عشوائي ندخله يكون فيه نائب الزعيم الاخير؟ انا مش عارف حتى احنا قدرنا نتغلب عليه ازاي. فبتنبسط الغوريلا انهم خلصوا المعركه على خير، وبيلاقوا النباتات والحياه بدات ترجع للمكان من تاني. فبيستغربوا الاثنين لانه الارض دي من ساعه بالظبط كانت مخبره، فجاه الحياه دبت فيها بدون سبب. فبيقول النظام للينو في الحقيقه الموضوع ده طبيعي، ففي الاساس السحالي اللي انت قتلتها دي ما كانتش من العالم ده، فبسبب التركيبه الفيزيائيه الخاصه بيهم عن العالم فهم تسببوا في تخريب النمو البيولوجي للمكان بالكامل اللي كانوا فيه ده. ولو مش فاهم حاجه يا باشا تعالى افهمك. خلاصه الكلام ان الوحوش دي وجودها بيدمر البيئه تماما، فبمجرد ما يموتوا هيتم حل المشكله بشرط انه اللي يموت هو زعيم المكان لانه بيمتلك اعلى تاثير على البيئه كلها. فبيقول لينو في الحاله دي احنا مش محتاجين نقتل كل السحالي، احنا بس ممكن نركز على الملك واتباعه الاقوياء مش كده؟ فبيقول له النظام تقدر تقول الكلام ده صحيح. فبينبسط لينو لانه كده هدفهم بقى اسهل بكتير، فبدل ما يقتلوا كل السحالي واحد واحد دلوقتي هدفهم بقى سهل قوي واوضح تماما، وهو قتل الرؤوس الكبرى عشان ينقذوا العالم اللي هم فيه. فبيروح لينو عشان ياكل هو والغوريلا، وبتبدا الغوريلا انها تجهز الاكل وبتطلب من لينو يطلع النار بتاعته. بس لينو بيكون خلصان على الاخر ومش قادر يعمل حاجه، فبيعلمها لينو ازاي تشعل النار العاديه. وعلى الرغم من صعوبه الموضوع لكن الاثنين بينجحوا في النهايه انهم يشغلوا النار، وبتبدا الغوريلا تسخن الوحوش. وبعد 3 ساعات كاملين بيكون لينو نشف حرفيا من كتر الجوع. فبيقول لها انت يا وليه فين الاكل؟ مش شايفه ان ديناصور كامل هيقع من طوله جنبيكي؟ فبتقول له الغوريلا انا عارفه بس الاكل لسه ما استواش. فبيقول لها لينو انهي اكل اللي بيقعد 3 ساعات على النار؟ هو انت بتعملي ديك رومي على شمعه؟ فبتتعصب الغوريلا لانه هي كمان كانت هتموت وتاكل، بس السحالي بنت الجزمه دي مش راضيه تستوي خالص. فبيستغرب لينو من الموضوع ده. فعلى الرغم من النار حرارتها عاليه
عالية جدا، لكن الوحوش مش راضية تستوي. فبيقول له النظام ده طبيعي يا لينو، فزي ما انا قلت لك من قبل الوحوش دي من خارج العالم، فاي حاجة بتنتمي للعالم ده مش هتقدر تأثر فيهم. الشيء الوحيد اللي ممكن يأثر فيهم هو نار تانية من عالم مختلف عن العالمين دول، وهنا جا دورك. فبسبب كونك من كوكب الارض اللي فيه البشر قدروا يسيطروا على العالم، فانت تعتبر من عالم ثالث خالص عن العالمين دول، وبلغة ابسط مفيش حد في العالم ده هيكون قادر على قتل اي حد من جنس السحالي عداك انت. فبيتفاجئ لينو من المعلومة دي، وده بيفسر سبب فشل كل الحيوانات اللي قبليهم في التغلب على الوحوش المخيفة واللي اسمهم السحالي. فبيخاف انه يقول المعلومة دي للغوريلا، فده ممكن يأثر على مشاعرها ويحسسها انه اهلها ماتوا بدون داعي. فبيقول لينو خارع على الكاتب التعبان ده والحبكة بتاعته دي، بين انه النار العادية مش هتكون كافية عشان تقدر تطبخ الوحوش دي، فانا لازم اطبخها بنفسي، بس انا مش بملك اي طاقة عشان اولع النار، فكده انا مضطر اكل السحالي دي كده. فبياكل لينو السحالي، ولكن بيلاقي انه طعمها وحش جدا، ورغم انه الصعاب اللي بتقابله بيفضل ياكل في السحالي لحد ما بيجمع ما يكفي من الطاقة وبيولع النار. وبتفهم الغوريلا انه النار الوحيدة اللي قادرة على التعامل مع الوحوش دي هي النيران الخاصة بلينو، وعشان كده هم كانوا قادرين على الفوز بالمعارك بتاعتهم لحد الان، فبدون مساعدة لينو ما كانتش هتكون قادرة انها تعيش ابدا. فبتحزن الغوريلا لانها بتكون حاسة انها عبء على لينو اللي بيساعدها بدون اي مقابل. ومن قمة الوادي بيكون طائر الموت بيراقب كل اللي بيحصل من بعيد، فبينبهر جدا انه لينو والغوريلا كانوا قادرين على التعامل مع الوحش العملاق رغم فشلها الذريع في التعامل معاه لوحدها اخر مرة قابلته فيها، وبتنبهر من الانجاز اللي هم عملوه. فبيجي احد اتباع طائر الموت وبيساله اذا كان عاوزهم يخلصوا عليهم ولا لا، فبيقول له طائر الموت انهم لازم يلاقوا الذئب الذهبي صاحب السيف لانه مفقود بقاله فترة ولازم يروح عنده في اسرع وقت. وبنرجع لبطلنا لينو اللي بيكون مبسوط قوي، فبعد ما اكل جثة الوحش العملاق حصل على نقاط تطور كتيرة جدا، وفوق كل ده قدر انه يحصل على مهارة حصرية من الفئة A وهي القنابل المتفجرة، وهي نسخة مصغرة من مدفع البلازما، ميزتها بس انها مش بتستهلك طاقة زي المدفع الكبير، وقادرة على تتبع الاعداء واصابتهم بشكل مباشر. فبينبسط لينو قوي من الحوار ده، فغير انه نظف المنطقة من التلوث اللي حصل بسبب السحالي، هو برضه حصل على مهارة حصرية ونقاط تطور كتير. وبيقعدوا الاثنين ياكلوا لحد ما بيملوا التنكة على الاخر، وبعد ما بيخلص لينو الاكل بيحصل على مكافأة خاصة لاكله وحش من العالم السري، وبياخد 2 مليون نقطة. فبيتفاجئ لينو وبيقول ما تهزرش، 2 مليون نقطة مرة واحدة بالسرعة دي؟ انا ما كنتش عارف ان الموضوع بيجيب نقاط قوي كده، بس استنى، عالم سري ايه؟ فبيقول له النظام الموضوع ما كانش واضح في الاول، ولكن لما بدأت احلل جثة الوحش اللي انت قمت باصطياده النهارده قدرت اعرف شوية معلومات اكيد هتفيدك. في البداية السحالي الخضراء دي جاية من عالم غامض اسمه العالم السري، واللي تضاريسه وقواعده مختلفة قوي عن العالم اللي انتم فيه حاليا، عشان كده الوحوش دي كان من الصعب قوي التعامل معاها رغم قوتكم الشديدة. فعلى حسب الاسطورة ففي كارثة عظيمة حصلت في الماضي السحيق اتسببت في فصل الفضاء بتاع العالم ده، واتشكلت مساحة مخفية شبه العالم الموازي واسمها العالم السري، والمخلوقات اللي موجودة هناك مختلفة بشكل كامل عن المخلوقات اللي قابلتها لحد الآن، فقوتهم أقوى بمراحل من الوحوش اللي قابلتها هنا. وبعد ما اتبعت الطاقة اللي خرجت من الوحوش لقيت انه العالم السري موجود في منطقة بعيدة تحت الأرض، فالعالم السري ده موجود تحتنا مباشرة. فبيتفاجأ لينو لأنه ما كانش متخيل انه الموضوع هيكون مثير للاهتمام بالشكل ده، فلو وحش واحد قدر يديله 2 مليون نقطة، فلو راح هناك أكيد هيتعامل مع وحوش كتيرة بتدي نقاط عالية، وساعتها هيقدر ياخد العناصر المميزة من المتجر بتاعه. وبيطلب لينو من النظام انه يفتح المتجر، وبعدها بيشتري منه فاكهة حياة الوحش اللي خدها من قبل عشان يديها للغوريلا. فبسبب الحمض اللي اتعرضت ليه جروحها ما بتشفي خالص، وبيديها لينو الفاكهة عشان تعالج نفسها، وبتنبسط الغوريلا قوي انه اصابتها تتعالج اخيرا. فبيفكر لينو في حاجة، وعلى حسب ذاكرته فطائر الموت اللي قابله كان على شكل راس اصلع، فممكن يكون اتعامل مع السحالي المتوحشة دي وخسر جزء من شعره، وبيقرر انه يتفاوض معاه باستخدام فاكهة الحياة في مقابل انه يساعدهم في التغلب على السحالي. المهم بتتعالج اصابات الغوريلا وبتكبر بالحجم بسبب تأثير الفاكهة اللي اداها لها لينو، وبتفضل الغوريلا تغيظ فيه لانه كان نفسها تظهر تفوقها على لينو، بس لينو بيفجر ابوها وبيستخدم نقاط التطور عشان يكبر في الحجم تاني. ولما بيكتمل التحول بيقرر لينو انه يجرب المهارة الجديدة اللي حصل عليها، وبيبدأ لينو يستخدم مدفع البلازما وبيضرب الجبل، ولكن الهجمة بتنعكس على الغوريلا فبتتفادى الهجوم قبل ما يصيبها بثواني. وبينبسط لينو قوي بالتقنية الجديدة اللي حصل عليها دي، اللي باستخدامها هيقدر انه يتعامل مع الاعداء اللي بيتحركوا بسرعة من غير مشاكل. وفي نفس ذات الوقت ده بيكون طائر الموت بيدور على الذئب الذهبي في المكان، فبيعدي بالغلط في المكان اللي كان فيه لينو وبيلاقي الهجمة جاية عليه، فبيستخدم احد الطيور اللي معاه عشان يحمي نفسه من الهجوم. وبيستغرب الطائر من مصدر القوة المخيفة دي، ولما بيلاقي انها جاية من لينو بيقرر انه
يسيب المكان عشان ما يتعرضش للاذى، وبيرجع لينو والغوريلا لمكانهم عشان يستريحوا بعد المعركة الصعبة دي. وبعد يومين بنشوف لينو وهو عمال يتمرن في الجيم اللي عمله في الكهف بتاعه علشان يرفع من قوته هو والغوريلا قدر المستطاع، وبيتفق مع الغوريلا انهم يروحوا علشان يدوروا على مكان عش زواحف تاني عشان ياخدوا الاكل من هناك ويرفعوا من قوتهم اكتر. فبتنبسط الغوريلا من الموضوع ده وبيروحوا عشان يشوفوا مكان اقرب عش يتعاملوا معاه. وفجأة بيلاقوا انه في وحش طائر عملاق بيمر من قدامهم ومعاه كتيبة كبيرة جدا. فبيستغرب لينو من الموضوع لانه بيلاقي الوحوش عماله تهاجم في بعض بدون اي سبب، ولما بيدقق في الموضوع بيلاقي انه في بشري شكله غريب موجود على ظهر الطائر ده، واللي بحركه واحده بيقدر انه يقطع الطائر بسيفه. فبيتفاجئ لينو وبيقول انا مش مصدق، ده طلع بجد في بشر موجودين في الجزيره المليانه بالوحوش دي، حتى باين انه مش بشري عادي، فهو قادر يقطع الطائر بسيفه. فبيحاولوا باقي الطيور انهم يتخلصوا من المحارب، لكن المحارب بيكون قادر على تفادي هجومهم بكل رشاقه، وبيفضل يقطع فيهم لحد ما بيوقعهم كلهم. فلما بتلاقي الغوريلا ان الطيور هتنزل عليهم بتتحول لغوريلا عشان تحمي لينو من السقوط، فبتاخد شجره وبترميها على الطيور عشان تبعدهم عنهم، ولكن المحارب بيقدر يتحرك بسرعه مرعبه وبيتفادى الهجوم. واول ما بيشوفهم البشري بيقول لهم كويس قوي، انا كنت بدور عليكم بقالي وقت طويل، اخيرا انا لقيتكم، انا كنت متشوق اني اتعرف عليك بالذات انت يا تنين، مش انت برضه التنين اللي قتلته اخر مره؟ فبيستغرب لينو وبيقول له قتلتك اخر مره واحنا اتقابلنا قبل كده؟ فبيضحك المحارب وبيقول شكلي الحالي باين مش شبه اخر مره شفتني فيها، طب كده هتعرف تتعرف عليا؟ فبيحط المحارب السيف في اسنانه، ولما بيشوفه لينو بيعرف من ده، فما فيش غير شخص واحد قابله بيملك سيف في العالم ده وهو الذئب الذهبي. فيا ترى الذئب ده عاوز ايه من لينو؟ وليه هو اتحول للشكل ده؟ وهل دي هتبقى بدايه صداقه جديده ولا اول طريق للعداوه الكبرى؟ ده اللي هنعرفه في القسم اللي جاي من حكايه لينو الديناصور الاقوى. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش ال10,000 لايك، وبرضه ما تنسوش الاشتراكات عشان ده بيفيدنا كتير. اما عن سؤال اجمل لقطه في الفيديو ده فعايزكم تقرروها انتوا، واللي هيقول اللقطه اللي عجبتني هيطلع تعليقه معانا زي ما قلت لكم بالفيديو اللي فات برضه من حكايه تشين كتعليق لوحده هو فقط في بدايه الفيديو اللي جاي. وبس كده، اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. شكرا، سلام.